ايه هي انواع الاضافات بقى؟ اول حاجه اضافات القوام او التشغيل. ايه يعني ايه قوام؟ هي درجه سهوله ايه خلطه ونقله وانك تشتغل على الايه، على الخرسانه وهي طازه. هي دي معناها التشغيليه او القوام بتاع الايه، الخرسانه. فان انا بحسن من تشغيل الخرسانه الطازجه دي، بحسنها بالايه، بالاضافه دي. اعمل تجانس لمكونات ايه، لمكونات تجانس افضل لمكونات الخرسانه. ان انا في عمليه الخلط لما بسهلها، المكونات بتاعتي هتخش جوه بعض كويس، وبالتالي هيحصل ايه، هيحصل زياده في المقاومه وتحسين لايه، لخواص الخرسانه بتاعتي. انا ممكن احقق التجانس ده ازاي؟ ان انا اضيف ميه. يبقى اضافه الميه على الخلطه دي عشان الخلطه تتقلب كويس، دي حاجه مش كويسه. ليه؟ لان الميه دي لما الخرسانه تنشف هتحصل لها ايه، هتتبخر. الميه دي جزيئات، الجزيئات دي هتسيب مكانها لما تتبخر ايه، مسامات او فراغات. الفراغات دي هتزود لي من نفاذيه الميه، الميه اللي هتدخل جوه دي تصدي لي الحديد. ثالث حاجه ان انا بجعلها قابله للضخ او بزود البامبابيلتي بتاعتها. الخرسانه بتاعتي ممكن اضخها في مواسير معايا، انقلها للادوار العاليه جدا في مواسير. فبتيجي عربيه الخلط بتاعتي من البلانت او محطه الخلط المركزيه، بتيجي مكونات الخرسانه، وتيجي المضخه بتاعتي دي تضخ لي الخرسانه في الخرطوم للايه، المكان اللي انا عاوز اصب فيه. فان انا ازود الخرسانه دي اخليها تنفع تمشي في المواسير دي حاجه كويسه جدا. يبقى بزود قابليه الضخ بتاعها. في نوع تاني من الخرسانه بيبقى قابل للرش. يعني بيبقى عندي مثلا حيطه وبحط التسليك بتاعها، وباجي خرطوم بقوه ضغط شديده جدا يضخ لي الخرسانه دي ايه، يرشها، واجي بعد كده اسوي السطح بتاعها. اخر حاجه ان انا بمنع حاجه اسمها الانفصال الحبيبي والنضح او النزيف للخرسانه الطازجه. عايزين نعرف يعني ايه الانفصال الحبيبي او النضح والنزيف كده بسرعه. في ظواهر بتحصل للخرسانه وهي طازجه قبل ما تنشف، بتاثر لي عليها وهي ايه، وهي متصلبه. اول ظاهره بتحصل لي ممكن هي ظاهره الانفصال الحبيبي او السيجريجيشن. يعني انفصال حبيبات الخرسانه عن بعض. الخرسانه عباره عن زلط كبير واصغر منه شويه ورمل. الحبيبات دي كلها مختلفه عن بعض، فلما يحصل عدم تجانس ما بين الحاجات دي او انفصال حبيبات كبيره عن حبيبات صغيره، دي بسميها ظاهره السيجريجيشن او الانفصال الحبيبي. بتسبب لي ايه بقى عدم التجانس ده؟ ان الخرسانه بتاعتك في الاخر هتطلع مع الشاشه، او ساعات بيسموه تسويس الخرسانه، تطلع فيها ايه، تجاويف. ليه؟ لان الحبيبات الكبيره دي مش هيبقى فيها ايه، مش هيبقى فيها المونه الرابطه ما بينها، فصلت المونه دي والرمل عن الايه، عن الحبيبات الكبيره او الزلط، فكون لي الشكل اللي انتم شايفينه ده. فدي ظاهره ايه، مش مرغوب فيها. فعشان ازود عمليه التجانس دي اعمل ايه، اضيف الاضافات بتاعتي دي اللي هي القوام والتشغيل. تاني ظاهره بتحصل معايا هي النضح او النزيف. يعني ايه نزيف؟ يعني خروج سوائل. فعندي الخرسانه لما بصبها تطلع الميه بتاعتي واخده معاها الاسمنت اللي انا بربط بيه الخرسانه، ويطلعوا هما الاثنين على السطح، يطلعوا على سطح الخرسانه ويسيبوا الزلط لوحده تحت. فدي بسميها النزيف او نضح الايه، او نضح الخرسانه. فدي ظاهره برضو ايه، غير مرغوب فيها، ناتجه عن ايه، عدم التجانس بتاع المكونات بتاعتي، او ان انا زودت الميه اثناء الايه، اثناء الخلط. عشان اقلل كميه الميه اللي تخرج لي دي اعمل ايه، اضيف الاضافات دي. ايه بقى المواد الشائعه اللي انا ممكن استخدمها كاضافات؟ عندي مواد ناعمه جافه، هي المواد الجزولانيه. خبث افران العاليه نتيجه مصانع الحديد، في بيبقى خبث على الايه، بيطفو على سطح الايه، الحديد وهو بيصنعوه. الرماد المتطاير برضو بينتج من اسمه متطاير، لانه في المداخن بتاعه المصانع بتاعه محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالفحم،
نتيجة حرق الفحم ده بيطلع منه رماد متطاير. الرماد المتطاير في المداخن دي هو ده بيبقى ليه نسبة نعومة عالية جدا وليه فوائد للايه؟ للخرسانة. يبقى غبار السيليكا برضو غبار ناتج عن ايه؟ عن عمليات تصنيع الايه؟ السيليكا في المصانع. يبقى انا عندي المكونات بتاعه مخلفات المصانع دي انا استفدت منها في الايه؟ في الخرسانة، هي المواد البوزلانية. المواد البوزلانية كمان بودرة الصخور البركانية. فاكرين في المقدمة اللي قلناها في الخرسانة في الأول خالص، قلنا كان في قبل ما يخترعوا الأسمنت البركاني دي كان في حاجة اسمها بوزولان، كانوا بيجيبوه من الايه؟ من الصخور البركانية دي، يطحنوه ويكون لي الأسمنت البوزولاني ده. دي في القرن ال 18 قبل ما نخش في الايه؟ في الأسمنت البركاني دي في القرن ال 19. في رماد المخلفات الزراعية عندك قش الرز، الغلاف بتاع تقشير حبايه الرز نفسه بيتحرق في افران معينه ما تسببش تلوث وتحافظ عليه، يكون لي المسحوق الاسود تحت ده. تاني حاجه مواد مبلله او مخفضه للميه، دي هنشوفها بالتفصيل بتبقى ايه؟ سايله. الكميه المستخدمه او الجرعه بتاعتي قال لك ما تزيدش عن 5% من وزن الاسمنت. يبقى مهما كان في الاضافات بتاعه القوام والتشغيل دي استخدم نسبه صغيره ما تزيدش عن كام؟ عن 5%. ايه السبب؟ لانك لو زودتها انت بتزود مواد ناعمه. المواد الناعمه دي المساحه السطحيه بتاعتها ايه؟ كبيره. والمساحه السطحيه الكبيره دي عشان تتغطى بالميه بتاع الخلط بتاعك محتاج كميه ميه كبيره. واتفقنا ان كميه الميه الكبيره دي مش مفيده للخرسانه لانها هتتبخر وتسيب مكانها ايه؟ مسامات. ايه كمان؟ قال لك بتزود لي الانكماش الجاف بتاع الخرسانه. المواد الناعمه دي ممكن تنتفش او حجمها يزيد. طب لما الخرسانه تتصلد والميه تنشف خلاص الحجم ده يقل، اجهادات الشد دي هتعمل لي ايه؟ شروخ عندي في الخرسانه. يبقى ما ازودش الكميه عشان ما ازودش الايه؟ الشروخ بتاع. اضافات مخفضه للميه. اتفقنا ان الميه الكتير حاجه وحشه في الخرسانه، هتسبب لي مسام وبالتالي بتقلل لي المقاومه وبتصدي لي حديد التسليح. فانا عاوز اقلل محتوى الميه ده، وفي نفس الوقت ان انا اعرف اخلط الخرسانه وادمجها وبتاع. ما هي لو ناشفه قوي انا مش هعرف اعمل عليها اي عمليات. فاعمل ايه بقى؟ بستخدم الاضافات دي عشان اوصل للقوام والتشغيل المطلوب باقل كميه ميه ممكن استخدمها، اللي هي الميه اللي هتسبب لي تفاعل للاسمنت بس. يعني انا بحتاج ميه عشان الاسمنت يتفاعل، ومحتاج ماء حر كمان غير ماء الاماهه ده ان هو ايه؟ يزحلق الحبيبات عن بعض كده. فالماء الحر ده انا بستغنى عنه خالص بالاضافات دي. اول حاجه البلاستيسايزر او مخفضات الميه، ملدنات. ميزتها ايه بقى؟ انك لو استخدمتها بنسبه من 1/10 ل 5/10% هتقلل لك نسبه الميه من 5 ل 10%، ممكن توصل ل 15 كمان. فبتسبب لي السيوله الظاهريه دي، خرسانه سايله بس من غير ميه، فبسميها سيوله ظاهريه، قوام كبير جدا. بستخدمها في المنشآت كثيفة التسليح، لما يكون عندي كمية تسليح كبيرة جدا في المنشأ، أنا محتاج دمك شديد جدا عشان أدخل الخرسانة جوه الإيه؟ جوه الحديد ده وما يسببليش مسام بين الإيه؟ بين الحديد وبعضه. عملية الدمك دي محتاجة درجة تشغيلية عالية جدا. فالإضافات بتاعة الإيه؟ البلاستيسايزر دي مخفضة المية مفيدة جدا. كمان في المناطق الحاره، مثلا عندك عربيه خلط بتاعه نقل الخرسانه من بلانت او من محطه الخط المركزيه، وجيت عملت عليها الاختبارات عشان تتاكد ان الخرسانه دي صالحه ولا غير صالحه، لقيتها غير صالحه وناشفه شويه ومش في المواصفات بتاعه المشروع بتاعنا. هل انت عندك قرار تتسبب في عدم رفض الشحنه دي؟ انك تضيف اضافه، مش ميه، تضيف اضافه هتزود لك من التشغيليه وترجعها تاني تقدر تستخدمها. لازم الاول تاخد ايه؟
تاخد موافقه المصنع نفسه وموافقه الاستشاري بتاع الايه؟ بتاع الموقع. ازاي هتعمل السيوله الظاهريه دي ازاي؟ هي عباره عن املاح بودره برضو ناعمه بتسبب لي شحنات سالبه. عندك حبيبه الاسمنت عليها شويه شحنات سالبه وشويه شحنات موجبه. هي شحناتها سالبه خلاص، تيجي الشحنات السالبه تدور على الايه؟ على الشحنات الموجبه عشان تلزق فيها. فلما تلاقي اي حته موجبه على الاسمنت تلزق فيها وتخليها ايه؟ سالبه، هي الطرفين بتوعها سالب. فتلاقي ان المكون بتاع الاسمنت كله بقى شحناته ايه؟ سالبه. لما كله شحناته سالبه يحصل بينهم ايه؟ تنافر. التنافر ده هو اللي انا عاوزه، هو اللي هيسبب لي السيوله الظاهريه دي. دي عمليه فيزيائيه مش حاجه كيميائيه، لا حاجه فيزيائيه. ان انا استغليت الشحنات اللي موجوده على الاسمنت والحاجات دي، حاطط لها حاجه الشحنه بتاعتها سالبه تلزق في الحاجات الموجبه وتسبب لي ان كله يبقى ايه؟ يبقى سالب. زي ايه المواد دي؟ اكسلات الكربون، الليجنوسلفونات، والكربوهيدرات. اذا كانت الملدنات بتخفض لحد 15% او 10% الميه، انا عندي سوبر بلاستيسايزر بتخفض لي لحد 40% و30%. متخيلين الرقم؟ 30% من كميه الميه انا ممكن استغنى عنها. يبقى خلصانه عليه في الاداء. وايه؟ وذاتيه الدمج، انت مش هتحتاج تدمجها خالص. ده هي الشحنات عامله ايه؟ عامله عمايلها ومتنافرين على الاخر، والسيوله الظاهريه ايه؟ على اخرها. في نفس الوقت تديك عاليه المقاومه. يعني بعد ما الخرسانه تنشف هتلاقيها اعلى من الايه؟ من اللي بالخرسانه العاديه. بتزود الضغط من 50 ل 70%. متخيلين الرقم؟ انتاج خرسانه قليله النفاذيه، انت قللت الميه، والميه دي لما تتبخر مش هتسبب المسام. الميزه الاهم بقى ان هي ما بتاثرليش على الخواص الثانيه، ما بتسببليش صدى الحديد، ما بتاثرليش على زمن الشكل، ما بتاثرليش على خواص الخرسانه زي المعامل التمدد والانكماش، معامل المرونه، المودلس اوف الاستيستي. الخواص بتاعتك دي ما بتاثرش عليها. نفس الفكره بتاعت البلاستيسايزر هي السوبر بلاستيسايزر، بس مواد ثانيه زي احماض سلفونات الميلامين او احماض سلفونات النفتالين. تاثيرها بيبان على الخرسانه بعد 10 دقائق من اضافتها، لكن بيروح بعد ساعه. يعني الشحنات اللي انت ولدتها دي بعد ساعه هتلاقيها راحت.